السلام عليكم تلاميذنا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا جماعة راطيتو اللي راهم داخلين دروك والله الا راطيتو الفيديو الاول جماعة غادي نخليه لكم في صندوق الوصف ولا في التعليق المثبت. غادي نكملوا السؤال الرابع والخامس من المراجعة الخاصة بالدالة المعرفة بدستورها. جماعة صحيح قبل ما نبداو ما تنسوناش من صالح دعائكم، ادعونا ربي في السجود، فكرونا بدعوة صادقة في سجودكم، ادعونا ربي يعطينا الصحة والعافية والهنا وراحة البال باش نوقفوا معكم لآخر لحظة بإذن الله. جماعة الجزء الأول كان خاص بحساب الصور والسوابق وتبيين الشكل الزاوج تاع عبارة الدالة. دروك غادي ندخل في السؤال الرابع والخامس. أنا ما نبغيش نطول عليكم لي فيديو، ما نفوت 10 مينيت في الفيديو، هذه هي باش التلميذ ما يكرهش. جماعه ماذا بكم محتوى نافع كما هذا، على بالكم بلي غادي تكونوا مشاركين عليا في الاجر. انا بالنسبه لي هذا المحتوى التعليمي اللي راني نقدم فيه ما هو الا صدقه جاريه عليا. كما قال لك اذا مات ابن ادم انقطع عمله عن ثلاث الا عن ثلاث، من بيناتهم ولد صالح يدعو له، من بيناتهم صدقه جاريه وغيره، وكاين ثاني او علم ينتفع به. هذا علم ينتفع به، ماذا بك تكون مشارك معايا في الاجر خويا. صح الداله عندها الشكل الاول خدمنا به، دروك في الجزء الثاني عطيتك الشكل الزاوج. سيطادير كاع الاسئله اللي يجوا من موراها غادي تخدم بالشكل الزاوج. انا ما عطيتها لكش باش نزوق به الورقه باينه هذه. صح اعطيتك الشكل الزاوج، قلت لك عين السوابق. قال لنا استاذ فارس حاجه، اش قال لنا فارس؟ قالنا بلي كي يقول لك عين سوابق معناتها غادي نحلوا معادله، غادي نديروا اف لي اكس يساوي العدد ولا الرقم اللي غادي نعطيه لك. صح نبداو بالاولى. قلت لك عين سابقه ناقص واحد. اروح خويا غادي نعينوا سابقه ناقص واحد، اش معناتها؟ نديروا اف لي اكس يساوي ناقص واحد. اف اكس شكون هي؟ هي اكس ناقص زوج اس 2 ناقص واحد يساوي ناقص واحد. حرصت تخدم بالشكل الاول. الشكل الاول صدمت في حيط، لاخاطش الا خدمت بالشكل الاول غادي تولي مجبر باش تستعمل الدالة، ولا تولي مجبر باش تزيد وتنقص وتحللها باستعمال المتطابقه الشهيره وتدير الطرف الاخر، وهذه صعيبه بزاف ما تنجمش تخمم فيها انت. قلت لك باللي الاسئله اللي يزيدوا مور الشكل الزاوج غادي تستعمل الشكل الزاوج. باين السؤال اللي قبله جمع ناقص واحد مع ناقص واحد يروح، حتى ولو ديتها من هنا ناقص واحد زائد واحد تعطيك زيرو. تسمى ولا عندي اكس ناقص زوج اس 2 يساوي زيرو. جماعه حنا نعرفوا بلي باش نقلعوا التربيع خاصنا ندخلوا الجذر، بصح جذر زيرو حتى ولو درت له قيمه مطلقه غادي توجور يعطيك زيرو. تسمى هنا شا عندنا اكس يساوي الزوج. شا معناتها سابقه العدد ناقص واحد بالداله اف شكون هي زوج. صح يا جماعه؟ صح. زيد لي تولي موراها عطيني تاع 8. شنو نديروا؟ نحلوا معادله يا جماعه. اف لي اكس يساوي 8. قبض لي الشكل الزاوج تاع الداله اكس ناقص زوج اس 2 ناقص واحد يساوي 8. ناقص واحد ديها من هنا تسمى تولي اكس ناقص زوج اس 2 يساوي 8 زائد واحد. جماعه 8 زائد واحد شحال؟ 9. تسمى غادي يولي عندي اكس ناقص زوج اس 2. شنو نديروا جماعه؟ خاصنا ندخلوا الجذر. اكس ناقص زوج نديروا منها جذر 9 بصح باش بالقيمه المطلقه. تسمى غادي يولي عندي حالتين، اما اكس ناقص زوج يساوي زوج زائد جذر 9 اللي هي 3، او اكس ناقص زوج يساوي ناقص جذر 9 اللي هي ناقص 3. غادي نحلوها جماعه نورمال. ناقص زوج تديها من هنا تولي زائد زوج صافي تولي 3 زائد زوج صافي اكس يساوي 5. وهنايا ناقص زوج ديها تشوم لهيه يولي عندك اكس يساوي ناقص 3 زائد زوج صافي اكس يساوي ناقص واحد. تسمى اس شكون هي دروك؟ اللي هي ناقص واحد 5. شا معناتها سوابق العدد 8 بالداله اف شكون هي يا جماعه؟ هي ناقص 3 و5. هضرنا على حاجه مهمه بزاف. شنو قلت لكم يا جماعه؟ قلت لك باللي كي تجبد لي الحلول وما تكتبليش هذه الجمله نعطيك زيرو في الفرض ولا في الاختبار. علاه؟ باسكو انت بالنسبه لي حليت معادله ما ربطتهاليش بالمفهوم الخاص بالدوال. صاي ولا لا؟ نزيدو نكملوا لي موراها جماعه. قلت لك خاصني السوابق تاع ناقص 5. معناتها غادي نحلوا معادله. شا غادي نديروا؟ اف اكس يساوي يساوي ناقص 5. اف لي اكس شكون هي اكس ناقص زوج اس 2 ناقص واحد يساوي ناقص 5. ندوها من هي جماعه. يولي عندي اكس ناقص زوج اس 2 يساوي ناقص 5 زائد واحد صافي اكس ناقص زوج اس 2 يساوي ناقص 4. اسكو هذه لوجيك؟ اسكو كاين عدد في الماط الربعه
يعطيني نتيجه سالبه؟ لا. حنا نعرفوا باللي اي عدد في الماط تتربعه لازم يكون اكبر من او يساوي الزيرو، مستحيل انه يكون سالب، ممكن ينعدم ممكن يكون موجب بصح ما ينجمش يكون سالب. تسمى هنا غادي ندير لا يساوي. معناتها هنا الحل شكون هو جماعه؟ كي تكتب لي الحلول ما ديرليش هاك، هذا خطا رياضي في الترميز. المجموعه الخاليه الرمز تاعها دير لي كيما هاك ولا دير لي هاك وحدها، ماشي مع رحب ماشي مع بعض كيما نقولوا في رحبه. تسمى اش غادي نقولوا له؟ لا يوجد سوابق للعدد ناقص 5 بالداله اف. معناتها ما كاش قيمه للمتغير الحقيقي اكس نجم نعوضها في الداله باش تعطيني ناقص 5. كون نسي كاع الارقام تاع سيدي ربي ونعوضهم انا في الاكس تاع الداله، مستحيل انك غادي تلقى ناقص 5، هي جايه هاك من عندهم. صح يا جماعه؟ هذا فيما يخص حساب السوابق. دروك يبقى لنا السؤال الخامس يا جماعه اللي غادي نواصلوا معاه. ماذا بكم غير ديروا لنا كابتور منه؟ ايا دير كابتور دير باش نزيدوا نكملوا. صاي درتو كابتور ايا نكملوا. دروك غادي نروح جماعه وين؟ للسؤال الخامس. يا الله يا كريم، ادعونا ربي يعطينا الصحه ويقدرنا، والله لا رانا نتعبوا تعب شديد جماعه. نتوما بالك تبان لكم. شوف كاين فرق ما بين الاستاذ اللي يقري يكملوا صويعك ويخرج ولا يقول لك خرج عليا، وما بين الاستاذ اللي يوقف معك للدقيقه التاليه ويزيد لك ساعات اضافيه ويزيد لك حصص اضافيه ويالف لك تمارين من عنده ويصحح لك ويتبعك اونلاين ويزيد لك لي لايف ويزيد لك لي فيديو كيما هاك. نتوما ما تحسوش بالتعب اللي يقدمه الاستاذ. معليش تعبكم راحه واللي ثقيله عليكم وخفيفه علينا، وانما انا نبغيكم فقط تقدروا هذا المجهود اللي رانا دايرينه على جاكم. هذا ما كان، وانا عندي الثقه فيكم باللي كاين بزاف ناس غادي يقدروا المجهود. جماعه اش قالوا لي؟ نقاط تقاطع حاملي محوري الاحداثيات. اي تبعتوا معايا باش تكون عندك لاباس في الماط ولدي. ما ديرليش محور كيما هاك، عيب. اش دير لي؟ دير لي هنا او وهنا اي وهنا جي. اروح تكون نفهموا الماط غا يروح. بيسقسيك هنا السي اف. هذا السي اف راه يقطع محور الفواصل. لما راه يقطع محور الفواصل السي اف راه يقطع تقاطع مع اكس بريم. شاك تلاحظ جماعه؟ شاك تلاحظ شكون اللي راهي تنعادم؟ اسكو الترتيبه ولا الفاصله؟ هنا الاكس راه عندها قيمه باقي راهي 2.5 ولا 3. تسمى مشكله ماشي في الاكس، الايكغ هو اللي ينعادم. صح استاذ. وهنايا التقاطع مع التراتيب شاصره شكون اللي انعدمت؟ اللي انعدمت هي الاكس. تسمى الاكس راهي زيرو، اما الايكغ راه عندها قيمه معينه ممكن تكون 3. شان نستنتجوها؟ شا قلنا بلي لما يتقاطع مع محور الفواصل صافي شكون اللي راه زيرو؟ صافي ايكغ هو اللي راه زيرو. ولما ايكغ راه هو اللي راه زيرو صافي اف الاكس راهي زيرو. تعرفوا بلي ايكغ هي اف دو اكس. صح استاذ؟ زيد تشوف. ولما سي اف راه يتقاطع مع ايكغ بريم اللي هو حامل المحور التراتيب، شكون اللي راهي زيرو؟ الاكس راهي زيرو. مادام الاكس راهي تساوي زيرو، هذه سهله كاع. صافي نجم نحسب اف لي زيرو. اف لي زيرو جماعه كون تحسبها في الداله غادي تلقاها 3. شا معناتها؟ معناتها نقطه التقاطع مع محور التراتيب في الداله اف اللي راهي عندك هي 0 3. شا ديرها بين حاضنتين كيما هكا. صح. حامله محور الاحداثيه باينين، كاين محور التراتيب ومحور الفواصل. زيد. وهنايا اش غادي نديروا؟ غادي نحلوا معادله اف لي اكس تساوي الزيرو. المهم غير باش تكون في الصوره وصاي. اف لي اكس تساوي الزيرو معناه اكس اس 2 ناقص 4 اكس زائد 3 يساوي الزيرو. هذه كون نحلوها غادي تلقاو اما اكس يساوي 3 او اكس يساوي 1. ديجا راكم لاقينهم في الداله. معناتها عندي نقطتين. النقطه الاولى الاكس تاعها شحال؟ 1، ايكغ تاعها 0 صار هي باينه. والنقطه الزوجه الاكس تاعها 3 والايكغ تاعها 0. ما تكتبوهمش هاك نتوما اسيدي، كتبوها مكسل اخي، ما ديروا كابسول توروها للناس. 1 0 ومن 3 0. يقول لك دارهم هكا. لا تكتب كيما هكا. انا غير بلاصه ما قادنيش بصح. هذا ما كان جماعه. هذا ما تيسر قوله في هذا اللقاء. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعايه الله وحفظه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جماعه كونوا كيما نقولوا مش عارف متابعين اوفياء للقناه، باسكو مازال باقي تمارين بزاف وسوجيات بزاف ودروس بزاف وافكار بزاف. كونوا اوفياء، تبعونا لاخر لحظه، بقاو اونطاش معنا. مرحبا بكم كاع. سلام.